عدم احترام الوقوف الإجباري في الضوء الأحمر كيعتبر مخالفة من الدرجة الأولى. جواب واحد. ثانية جواب اثنان. ثالثة جواب ثلاثة. تجاوز السرعة المسموح بها ب50 كيلومتر في الساعة أو أكثر كيؤدي لخصم 4 ديال النقاط. جواب واحد. 6 ديال النقاط. جواب زوج. 10 ديال النقاط. جواب ثلاثة. التجاوز المعيب كيتعاقب عليه بغرامة مالية كتبلغ في حالة الأداء في أجل 15 يوم من اليوم الموالي لارتكاب المخالفة 500 درهم. جواب واحد. 700 درهم. جواب اثنان. في حالة ما قام السائق بهذا السلوك كيتم خصم 2 ديال النقاط من الرصيد ديالو. جواب ثلاثة. 4 ديال النقاط من الرصيد ديالو. جواب 4. كيرجع الرصيد الأقصى من النقاط لرخصة السياقة بعد آخر خصم ديال النقاط إلا ما ارتكبتيش مخالفة كتستوجب خصم النقاط في عامين. جواب واحد. في 3 سنين. جواب اثنان. في 4 سنين. جواب ثلاثة. تجاوز السرعة المسموح بها ب50 كيلومتر في الساعة كيؤدي لتوقيف رخصة السياقة لمدة كتراوح ما بين شهر واحد حتى ل2 شهور. جواب واحد. شهر واحد حتى ل3 شهور. جواب اثنان. 2 شهور حتى ل3 شهور. جواب ثلاثة. كيتعتبر السير في اتجاه ممنوع مخالفة من الدرجة الأولى. جواب واحد. مخالفة من الدرجة الثانية. جواب اثنان. في حالة أداء الغرامة في نفس اليوم ارتكاب المخالفة كيكون المبلغ ديالها هو 700 درهم. جواب ثلاثة. 400 درهم. جواب 4. السياقة تحت تأثير الكحول كتعتبر جنحة إذا كانت نسبة الكحول في الهواء المنبعث من الفم ديال السائق كتساوي أو كتفوق 0.10 ملغ في اللتر. جواب واحد. 0.20 ملغ في اللتر. جواب اثنان. 0.30 ملغ في اللتر. جواب ثلاثة. تجاوز السرعة المسموح بها ب20 كيلومتر في الساعة كيؤدي لخصم 4 ديال النقاط. جواب واحد. كيؤدي لخصم 2 ديال النقاط. جواب زوج. ما كيؤديش لخصم النقاط. جواب ثلاثة. عدم احترام الوقوف المفروض بإشارة الضوء الأحمر كيعرض السائق للخصم من رصيد رخصة السياقة 2 ديال النقاط. جواب واحد. 4 ديال النقاط. جواب زوج. 6 ديال النقاط. جواب ثلاثة. تجاوز السرعة المسموح بها ب30 كيلومتر في الساعة كيؤدي لخصم 2 ديال النقاط. جواب واحد. 4 ديال النقاط. جواب زوج. 6 ديال النقاط. جواب ثلاثة. كيتعرض كل سائق مركبة برخصة السياقة مزورة لعقوبة بالحبس الأقصى ديالها عام واحد. جواب واحد. 3 سنين. جواب اثنان. تجاوز السرعة المسموح بها ب10 كيلومتر في الساعة كيؤدي لخصم 2 ديال النقاط. جواب واحد. كيؤدي لخصم 4 ديال النقاط. جواب زوج. ما كيؤديش لخصم النقاط.
جاوب 3. العدد الأقصى ديال النقاط اللي يمكن تنقص من رصيد رخصة السياقة في حالة ارتكاب جنحة هو 4 ديال النقاط، جاوب 1. 14 نقطة، جاوب 2. 24 نقطة، جاوب 3. إذا ما ارتكبتيش مخالفة جديدة معاقب عليها بخصم النقاط لمدة عام واحد. كيتزاد رصيد رخصة السياقة ب2 ديال النقاط، جاوب 1. 4 ديال النقاط، جاوب 2. 6 ديال النقاط، جاوب 3. إلا ما ربطش السائق حزام السلامة غادي تنقص ليه نقطة وحدة، جاوب 1. 2 ديال النقاط، جواب 2. إلا كانت المركبة ديالي فايتة 5 سنين فسياقتها بلا محضر المراقبة التقنية الدورية كتعرضني للمخالفة من الدرجة الأولى. نعم، جاوب 1. لا، جاوب 2. في هذه الحالة كيتم إيداع المركبة في المحجز. نعم، جاوب 3. لا، جواب 4. كتسبب السياقة تحت تأثير الكحول بنسبة 0.25 ملغ من الكحول في اللتر من الدم المنبعث من الفم في فقدان 6 ديال النقاط، جواب 1. 8 ديال النقاط، جواب 2. في هذه الحالة كتعرض المركبة للتوقيف. نعم، جواب 3. لا، جواب 4. كي تعتبر الرجوع للخلف في الطريق السيار مخالفة، جواب 1. جنحة، جواب 2. كي تعرض السائق كذلك لخصم النقاط من رخصة السياقة. نعم، جواب 3. لا، جواب 4. ارتكاب مخالفة من الدرجة الثانية كيكون أكثر خطورة من ارتكاب مخالفة من الدرجة الأولى. صحيح، جواب 1. خطأ، جواب 2. كتسبب السياقة تحت تأثير الكحول بنسبة 0.15 ملغ من الكحول في اللتر من الهواء المنبعث من الفم في فقدان 4 ديال النقاط، جواب 1. 6 ديال النقاط، جواب 2. في هذه الحالة كتعرض المركبة للتوقيف. نعم، جواب 3. لا، جواب 4. سياقة مركبة بلا بطاقة رمادية كتعرض للسائق لغرامة مالية كتراوح ما بين 2000 درهم حتى 4000 درهم، جواب 1. 2000 درهم حتى 6000 درهم، جواب 2. في هذه الحالة كيتم إيداع المركبة في المحجز. نعم، جواب 3. لا، جواب 4. إلا كانت المركبة فايتة 5 سنين أو ما خدعاش السائق المراقبة التقنية الدورية غادي يكون معرض لإيداع المركبة ديالو في المحجز. جواب 1. الاحتفاظ بشهادة التسجيل، جواب 2. أداء الغرامة، جواب 3. خصم النقاط، جواب 4. كيمكن الأداء ديال الغرامة في نفس النهار العون المحرر المحضر من تخفيض المبلغ. نعم، جواب 1. لا، جواب 2.
سياقة مركبة رغم توقيف رخصة السياقة تعتبر مخالفة. جواب 1. جنحة. جواب 2. تجاوز السرعة المسموح بها ب10 كيلومتر في الساعة كيعرض السائق لغرامة مالية كتراوح ما بين 200 درهم حتى ل 300 درهم. جواب 1. 300 درهم حتى ل 600 درهم. جواب 2. سياقة مركبة بلا صفائح تسجيل كتعرض للسائق لغرامة مالية كتراوح ما بين 2000 درهم حتى ل 12000 درهم. جواب 1. 2000 درهم حتى ل 6000 درهم. جواب 2. في هذه الحالة كيتم إيداع المركبة في المحجز. نعم. جواب 3. لا. جواب 4. تجاوز السرعة المسموح بها ب30 كيلومتر في الساعة كيعرض للسائق الغرامة مالية كتراوح ما بين 300 درهم حتى ل 600 درهم. جواب 1. 500 درهم حتى ل 1000 درهم. جواب 2. 700 درهم حتى ل 1400 درهم. جواب 3.